من سنة 48 لحد 7 أكتوبر اللي فات وصل عدد الفلسطينيين اللي استشهدوا على إيد الاحتلال أكتر من 100,000 فلسطيني، ودول بس اللي معروفين لينا، وما خفي كان أعظم. من 7 أكتوبر لحد وقت كتابة الحلقة وصل عدد الشهداء ل 17,177 شهيد و46,000 مصاب، ده غير اللي مفقودين تحت الأنقاض اللي يوصلوا على أقل تقدير ل 7,500 إنسان. أنا مش بقولك الأرقام دي عشان تزعل، أنا بقولك عشان تبقى عارف كويس إن في بيننا وبينهم طار كبير ومسيره يتاخد. كل حاجه محتاج تعرفها عن جي تي ايه الجديده. النهارده امريكا بتحذر انفيديا من التلاعب في تصميم الشرايح عشان خاطر الصين، والرايزن 8000 بنكهه الاي اي. واهلا بيك في حلقه جديده من الخلاصه. دي ممكن تكون اخر مره نتكلم فيها عن جي تي ايه عشان يزن ينبسط. في يوم 5 ديسمبر نزل الاعلان الاول والرسمي للعبه جي تي ايه 6 زي ما عرفنا من الحلقه اللي فاتت، والاعلان نزل من هنا وكسر الدنيا من هنا، لدرجه ان بمجرد بس ما القناه الرسميه على اليوتيوب فتحت البريمير للتريلر اللي هو مجرد عد تنازلي لحد وقت الاعلان الرسمي، كان في اكتر من 40,000 شخص متواجد عليه ومستني العداد ده يخلص. انا اتوقع ان لو كان في فلوس هتدفعها ويبقى في برايفت سيشن عشان تشوف التريلر، اكيد كان في ناس هتدفع وتعملها. تقول لي ما تبالغش يا عم فقي، اقول لك ان بس في خلال ال3 ايام اللي فاتوا التريلر اللي مدته 90 ثانيه حصد 133 مليون مشاهده وقت كتابه الحلقه، واللي يعتبر اضخم اطلاق في عالم الالعاب. الاغنيه اللي استخدمتها روك ستار في التريلر نازله من 2016، كل اللي حصدته من وقتها لحد دلوقتي تقريبا 108,000 مشاهده. في اخر 30 يوم وبالتحديد اخر 3 ايام لما روك ستار ذكرت اسمها في الديسكريبشن حصدت 308,000 مشاهده، ودي كانت النسخه الاولى منها. اترفعت من تاني بديسكريبشن متعدل انها الثيم سونج للعبه جي تي اي 6، فحصدت 158,000 مشاهده في 20 ساعة بس. فما هياش مبالغة مني خالص ان اللعبة ليها شعبية غير طبيعية، لدرجة ان ابتدت تطلع مقاطع مدتها تزيد عن التريلر نفسه بعشرات الدقايق تحلل ال90 ثانية بتوع التريلر. انا مثلا عامل كذا حلقة عن تسريبات جي تي اي 6 في الفترة اللي فاتت، بصطادك زي ما يزن بيقول. هند ان في كتير من التسريبات طلعت صح والبعض التاني طلع غلط، زي مثلا ان الشخصية الرئيسية في اللعبة واحدة ست، وده كان واحد من اكتر واهم التسريبات المشهورة، وانها في علاقة جواز تقريبا مع بطل القصه الثاني اللي الحمد لله طلع راجل. البنت اسمها لوسيا والراجل هنا هيكون باسم جيسون، وهتقدر تلعب بالشخصيتين زي ما حصل في الجزء اللي فات، او ده يعني اللي متوقعينه. احداث اللعبه ما وضحتش كتير عن تفاصيل القصه، يعني الخناقه هتكون دايره على ايه، انتقام ولا مخدرات ولا سلاح، بس اكيد هيكون في دور لحاجه مثلا زي السوشيال ميديا اللي اكيد شفت كتير من اشكالها في اللعبه، وسباق وتعديل السيارات. ومن الواضح ان اللعبه مش هتكون مناسبه للاطفال تماما. طبيعي جي تي ايه بشكل عام انها اصلا لعبه مش مناسبه للاطفال، وانها لعبه عنيفه جدا، لعبه بتتكلم عن حياه الاجرام وانت كلاعب بتتحكم في مجرم او مجموعه مجرمين. ولكن الجديد هو مستوى التعري اللي زايد عن اللزوم، اللي بيحكي كتير من طابع المجتمع الامريكي في الفتره الاخيره، خصوصا ان في علاقه غراميه ما بين البطل والبطله، فاكيد هيكون في عشوه هنا ولا هناك، حاجه اصفر كده ولا كده، وانت اكيد فاهم الباقي. يعني الديسكو في جي تي اي فايس سيتي في ناس ضيعت اليوم الدراسي عليه، وكان جرافيكس مقارنه باليومين دولت على الله حكايته. وبمناسبه الكلام عن فايس سيتي، احداث الجزء الجديد هتكون في فايس سيتي، بس مفيش فكره ان كان هيكون في تواجد لشخصيات فايس سيتي القديمه ولا لا، او اي حاجه تربط الجزء الحالي بواحد من اقدم اجزاء اللعبه زي مثلا بطل القصه تومي. في كتير من التفاصيل ممكن نعرفها بعدين، لان للاسف وكما هو متوقع التريلر مدته كانت قصيره جدا، واصدار اللعبه مش هيكون دلوقتي او مثلا بعدها بشهر او 2 أو 3 او حتى 6 شهور من دلوقتي. اصدار اللعبه الرسمي هيكون في يوم ما وشهر ما في سنه 2025، وده خبر كويس لمالكي منصات الالعاب زي بلاي ستيشن واكس بوكس، لان دول اللي هيشوفوا اللعبه الاول. انما مالكي البي سي للاسف مفيش اي ميعاد او معلومه بشكل رسمي انهم ممكن اصلا يشوفوا اللعبه. بالمناسبه دي عاده روك ستار مش هتشتريها في الاطلاقات، يعني مثلا اول جزء من جي تي اي سنه 1997 نزل على الويندوز الاول، بعدها نزل على البلاي ستيشن. نطلع بالزمن قدام شويه على سان اندرياس، نزلت في 2004 على البلاي ستيشن 2، وفي 2005 نزلت على البي سي والاكس بوكس. يعني بدلا من شهر فرق في الاطلاق بقى الفرق عندنا 8 شهور. هنروح بعيد
جديد ليه؟ جي تي اي 5 نزلت على البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360 الاول في 2013، وبعدها في 2014 بعد سنه وشهرين نزلت على البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1، وبعدها في 2015 في 14 ابريل نزلت على البي سي. وهنروح ابعد ليه؟ ريد ديد ريديمشن 2 نزلت رسميا وعمليا في 2018 على الاكس بوكس 1 والبي اس 4، وبعدها بسنه وشهر نزلت على البي سي. فالتوقع ان الجزء السادس ينزل في 2025 على المنصات المنزليه زي البي اس 5 والاكس بوكس سيريز، وسنه كده ولا حاجه وتنزل على البي سي، يعني على 2026 ان كان لينا عمر. يعني لو انت واحد كان عندك 16 سنه في 2016 ولعبت جي تي اي 5 في سنه 2026 هتكون متجوز وموست لايكلي تعول يعني، وعندك ديدلاينز وحاجات عجيبه كده، وهتلعب جي تي اكس وانت عندك 26 سنه. بالنسبه بقى للناس بتوع البي سي اللي بيعتمدوا على مواقع الكراكس يخلي بالهم، لان مصيده اللعبه دي هتشتغل من دلوقتي، فافتكر اننا مش هنشوفها الا على 2025 او 2026. انفيديا من ساعه قرار منع تصدير الشرايح الرسوميه للصين وهي عماله تفلفص من القرار ده باي شكل. منعوا الاي 100 الاي 800 والاتش 100 والاتش 800 والال سيريز، عملوا شرايح اقل زي الاتش 20 والال 20 والال 2. منعوا الكوادرو الار تي اكس 6000، عملوا الكوادرو ار تي اكس 5880. منعوا عنهم الار تي اكس 4090 بعد ما شحنوا منه كميات كبيره. هنعمل الار تي اكس 4090 دي. المهم اننا كانفيديا ما نخسرش السوق الصيني، ولكن من الواضح ان اللعب الكتير ده مش هيكمل كتير، لان على حسب وزيرة التجارة جينا ريموند في الإدارة الأمريكية بتحذر انفيديا أو الشركات بشكل عام من إنها تتلاعب بالقرار وتعمل إعادة تصميم لشرايحها الممنوعة عشان تقدر تصدرها للصين، زي ما شفنا من شوية في الشرايح الأقل اللي ما كانتش أصلا موجودة من الأول، لأن على حسب تصريحاتها على مجلة فورشن هي عارفة حجم الخسارة اللي هتتعرض ليها شركات أشباه الموصلات من القرار ده، وإن الهدف الأساسي من القرار هو الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي زي ما حصل كده في ال 5G وشركة هواوي وبعدها تيك توك، وإن الامن القومي بالنسبه لهم اهم بكتير من الربح على المدى القصير، وان لو تعديل الشرايح هيمكن الدول الممنوعه من انها تشتغل على مشاريع الذكاء الاصطناعي او الاي اي، فاحنا في اليوم اللي بعده هنتحكم في تصدير الشرايح الجديده. وعلى حسب كلامها ان ده وقتها هيكون اكبر تهديد للامن القومي الامريكي. طبعا انت فاهم الموضوع رايح لحد فين. الامن القومي الامريكي اصلا مهدد بسبب السياسات الخارجيه اللي زي الزفت عليهم وعلى دماغهم في اخر 4 سنين، عمالين يشتروا في عداوه الدول الثانيه. انفيديا مصالحها حاليا بتتعارض مع مصالح الاداره الامريكيه. انفيديا عاوزه تحقق اعلى نسب مبيعات ممكنه، في حين ان امريكا عاوزه تعطل احلام الصين في مجال الاي اي او اي احلام اي دوله معاديه في التقدم. فقرار المنع بيحقق ده لامريكا، وفعلا بيعطل الصين شويه، ولكن بيعطل مبيعات انفيديا. فانفيديا تعمل شرايح جديده اقل عشان تتحايل على قرار امريكا وتشغل المبيعات وتشغل الصين، فامريكا تحدث القرار عشان تمنع الشرايح الجديده من تصديرها للصين، فتعطل الصين وتعطل مبيعات انفيديا. الساعه حلقه من كرتون توم اند جيري لا تنتهي. الخوف بقى ان ده ممكن ياثر بشكل ما على مبيعات الكروت اللي اصلا موجهه للالعاب اللي اقل من ال 4090 وال 4090 دي، اللي بالمناسبه تقدر تتعامل مع محتوى الذكاء الاصطناعي. بمناسبة الكلام عن الذكاء الاصطناعي والخناقة اللي دايرة عليه، خليني اقول لك ان تقريبا اي حاجة جامدة جدا هتنزل الفترة اللي جاية هيكون جنبها كلمة AI. ده مثلا بيفكرك بايه؟ بكلمة جيمنج اللي كانت بتضاف على اي حاجة. جيمنج دي ممكن تكون فئة وممكن تكون مجموعة الوان او شكل، المهم انها جيمنج. دلوقتي الترند هيكون AI زي ما عملت AMD بالظبط، حطت بعد كلمة رايزن 7 او 9 او 5 كلمة AI وربطتهم بوحدات معالجة مصممة للتعامل مع محركات الاي اي اللي مالت ابلكيشنز كتير جدا اسمها NPU او نيورال بروسيسنج يونت. الجيل الجديد من AMD لاجهزه اللابتوب او الجيل المحدث الهوك بوينت تحت اسم رايزن 8040، والحقيقه ما تقدرش تعتبره جيل جديد بالمعنى الحرفي، لانه معتمد على انويه زين 4 وانويه معالجه رسوميه RDNA 3 وحتى انويه NPU او وحدات NPU اللي هي بتاعه الذكاء الاصطناعي كانت موجوده في الرايزن 7040 اللي هو الجيل اللي قبله على طول. بس الفرق هنا انهم زودوا العدد مع تحسينات تدي اداء افضل، فتقدر تعتبره ريفريش اكتر من جيل جديد. وطبعا الهايلايت على نقطه الاي اي او الام بي يو. السبب الاهم والاول والاخير لجيل اللي طلع كده بدون سابق انذار هو وحدات الذكاء الاصطناعي اللي عددها دلوقتي بيوصل ل 16 وحده، وهيكونوا متواجدين في كل من الرايزن 5 والرايزن 7 والرايزن 9. انما الرايزن 3 فكالعاده ده هيكون ابن البطه السوداء. وتعليق اي ام دي على ليه الاي اي في المعالجات هو ان كتير جدا من البرامج اللي بنشتغل عليها بشكل يومي زي مثلا منصات ادوبي ابتدت تعتمد في كتير من
مميزاتها على الذكاء الاصطناعي في تكوين المحتوى. فتواجد هاردوير مهمته الاولى والاخيره هو النوع ده من العمليات هيخلي التوافق سهل والتعامل مع البرامج دي ومميزاتها اسهل واسرع. بيفكرك بايه؟ بالدي ال اس اس والتنسور كور، او يفكرك بالنيورال انجن اللي موجود في معالجات الام من ابل. على حسب كلام اي ام دي الجيل الجديد اسرع بنسبه 40% في عمليات الذكاء الاصطناعي عن الجيل اللي فات، انما مقارنه ببروسيسور زي ال 13900 اتش الفرق في تعدديه المهام 10%، انما في الالعاب فرق الاداء يوصل ل 80%. والاهم بقى من ده كله هو تاكيد اسم ستريكس بوينت، الاسم الكودي للجيل الجديد الرايزن 8000 اللي هيكون ميعاده في 2024، او بمعنى تاني هيبدا شحنه في 2024 بدون تحديد ميعاد معين. ستريكس بوينت ده اللي كان في التسريبات اللي فاتت لو تفتكر. الاي اي بسببه في خناقه دايره ما بين الصين وامريكا، او ما بين امريكا والصين وانفيديا، زي ما شفت كده في اول الحلقه الجديده وعرفت من الحلقات اللي فاتت. فلما تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل جرس الاشعارات هتشوف الحلقات اللي جايه. وانت في الطريق اللي هناك ما تنساش تعمل لايك لو الحلقه عجبتك، ورايك تحت في التعليقات. ولحد الحلقه اللي جايه، سلام.